اعزائي المشاهدين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وفي احسن حال. وفي الحلقه دي هتتعلم ازاي تعمل لوجو بنفسك بدون ما تحتاج لاي ديزاينر ولا اي برنامج، وببلاش وفي 5 دقايق بس. فيلا بينا نبدا. من فتره كده كذا حد سالني ان انا اعمل له لوجو للبراند بتاعه او للصفحه بتاعته على الفيسبوك كفوتوغرافر او حاجه، ولكن انا مش ديزاينر، مش بعمل لوجوهات، ولكن سجلت الموضوع ده عندي بحيث ان انا اعرف الاقي له حل. بعد شويه سيرش بقى لقيت كذا ويب سايت وكذا برنامج بيقدر يتيح لك ان انت تعمل لوجو احترافي جدا فور فري، ومش محتاج كمان انت تبقى ديزاينر او فاهم في الفوتوشوب او في الالستريتور او اي برامج من بتعمل لوجوهات. فانا اخترت الافضل بالنسبه لي او احسن ويب سايت شفته، وده اللي هنشتغل عليه في الحلقه النهارده. فيلا بينا. بس ثواني قبل ما نبدا حلقه النهارده، تعالوا نشوف سبونسر الحلقه. سبونسر حلقه النهارده هو قسم ايرنت من كايرو فوتوغرافي كلاب. كلنا عارفين ان معدات التصوير غاليه ومش بنقدر نشتري كل المعدات، فعشان كده ايرنت بتقدم لك عمليه ايجار للمعدات بكل سهوله. هتلاقي موجود فيها كل انواع الكاميرات، كل انواع العدسات، كل انواع الاضاءه اذا كانت فوتوغرافيا او الفيديو، وكمان معدات للصوت. وكمان انت لو خبرتك مش كبيره في المجال، فايرنت هتساعدك في اختيار المعدات المناسبه للاوردر بتاعك. كمان متاح انك تاجر واحد من اكتر من 5 استديوهات مجهزين باحدث المعدات، وكمان فنيين يساعدوك في تصويرك بتكلفه قليله، ومتاحين في فرع المعادي ومدينه نصر. خد بقى الزتونه، انت لو حابب تاجر اي حاجه حاليا هتخش على موقع فيميونيتي.com، اللينك في الديسكربشن. هتسجل في الموقع وتعمل اجراءات الايجار عادي، وهتاخد 10% خصم لو استخدمت كود احمد 10. والعرض ده متاح من تاريخ الفيديو لمده شهر. كل التفاصيل في الديسكربشن، ويلا بينا نرجع للحلقه. طيب، اول حاجه هتعملها ان انت تخش على اللينك اللي موجود في الديسكربشن، وهو موقع اسمه لوجو ميكر. هتلاقي صفحه هنا فاضيه خالص، او ممكن تعمل نيو، اللي انت هتعمل نيو لوجو يعني. وبعد كده اول حاجه هنبدا نختارها هو السامبل او الشعار بتاعنا. هنروح على الشمال هتلاقي حاجه اسمها اد سامبل، هندوس عليها هيعمل لود. وبعد كده اول حاجه بيظهر لك الكاتيجوري او الحاجات اللي الناس بتستخدمها وهي بتعمل لوجو او حاجه زي كده. ولكن يفضل ان انت تختار المجال بتاعك. انت لو شغال في الماركتنج اختار في الماركتنج، لو شغال في الديزايننج فاختار في الديزايننج، لو فوتوغرافي اختار الفوتوغرافي. ومننا يعني كلنا معظمنا اكيد مصورين، فاحنا هندور هنا على فوتوغرافي اهو. هندوس عليها، هظهر لنا كل السامبلز الخاصه بالفوتوغرافي موجوده على الويب سايت. ابدا انت بقى اعمل سيرش لغايه لما تختار حاجه انت شايفها مناسبه ليك. انا مثلا هختار الكاميرا دي الكاميرا اللي انا اخترتها، اخدها اشدها هنا. لو عايز تكبر او تصغر بتروح على حرف الكاميرا وتبدا تكبر او تصغر براحتك. خلينا نكبرها كده، نعمل سيلكت. لو انت خدت بالك اول ما اعمل سيلكت بيظهر لي كذا حاجه، مثلا الدوبليكيت ان انا اعمل واحده تانية، هنلاقي هنا ديليت ان انا امسحها. ولو في كذا لاير بعمله برينج تو فورورد او سند باكورد، يعني اقدمه لقدام او ارجعه ورا. طيب، هندوس هنا. الحاجه اللي بتنور وتطفي هي دي الحاجه اللي انا اعمل لها سيلكت، اللي انا اقدر اغير فيها اللون. هنا مثلا لونها ازرق، ادوس هنا واختار لون، اي لون تاني ولو يكن مثلا برتقاني اهو. تمام، عايز اغير الالوان التانية بدوس عليها واغيره، اخليه مثلا اصفر. لون الزرار هنا لونه احمر، انا هخليه لونه احمر. اخدها اشدها كده شويه. طيب، ده مثلا السامبل اللي انا خلاص استقريت عليه. عايز بقى اعمل تكست، بروح اد تكست، ظهر لي هنا التكست بتاعي، اعمل سيلكت عليه، اختار اكتب مثلا احمد سعيد. بعد كده باخده احركه شويه، اكبره او اصغره براحتي اهو. عايز بقى اغير الفونت، بدوس هنا وابدا اغير الفونت اللي انا عايزه. اعمل بس على الاول سيلكت، لو يكن ده مثلا الفونت اللي انا عايزه خلاص انا هختار ده. لو عايز مثلا اخلي كلمة احمد بالفونت ده وسعيد بفونت تاني، هعمل سيلكت، بعد كده امسحها. بعد كده هعمل دوبليكيت واخد دي كده، سيلكت دبل كليك، اكتب سعيد واخليها بفونت تاني. هو الفونت ده اصلا كده كده كويس، اخدها واشدها اخليها مثلا كده، اقللها شوية. مثلا هغير اللون بتاعها، اخليه برضو اورنج، مثلا اكن الاس داخله في الدي. بعد كده ادوس اد تكست تاني، اكتب فوتوغرافي اللي هي تحت. عايز اقللها شويه عشان تبقى صغيره، وعايز تاخد المساحه كلها، فبدوس عليها وادوس هنا سبيس سبيس سبيس. طيب، هل اقدر ادخل سامبل تانية غير سامبل الكاميرا؟ ادوس اد سامبل وادوس مثلا اي حاجه تانية، مثلا الفلاش دي. ممكن مثلا الفلاش دي تبقى حرف الاس عندي.
لو عايز اعمل بقى ازود شويه واعمل شيب ادوس عليها وهقلل بس الزوم. ممكن اعمل شيب بسيط زي ده كده واخليه كده مثلا، ولكن انا الاول كنت شايفه احسن، فانا هشيل ده كده هعمل له ديليت. وكده اللوجو بتاعي خلص وجاهز ان انا اعمل له سيف وداونلود. لو عايز تعمل له بريفيو بتدوس على كلمه بريفيو هنا، فبيعمل لك بريفيو لكذا حاجه، مثلا لو موجود على تيشيرت، على مج، على الموبايل، على ورقه بيضاء او الكلام ده كله. لو عايز تغير لون الباك جراوند بتغيرها من هنا، اصفر احمر اسود زي ما انت حابب، بس خلينا طبعا في الابيض. خلصت وده انبسطت يعني باللوجو ده وعايز تسيفه، بتروح تعمل سيف اند داونلود. بيقول لك هنا حط الميل بتاعك، انا كنت مسجل قبل كده الميل حطيته اهو، سيف اند كونتينيو. بس هنا بيقول لك لو عايز تعمل اديت للوجو بتاعك بتدوس كوبي وتروح هنا تحطه كده، بيفتح لك اللوجو بتاعك اكنه معمول بي اس دي يعني على الفوتوشوب، وتقدر تعدل عليه تاني. طب تعالوا نشوف الميل بقى هل هو فعلا جالي. هو وصل هو فعلا، هعمله داونلود موجود بكذا صيغه، بي ان جي والوايت باك جراوند. هتلاقي اللوجو بتاعنا بكذا صيغه، بي ان جي وجي بي جي وبي ان جي تاني. هتلاقي اللوجو بتاعنا موجود وبكذا صيغه، نازل مثلا بصيغه دي بي ان جي من غير باك جراوند، ودي جي بي جي باك جراوند بيضه، ودي بي ان جي تانيه. تقدر بقى تتحكم فيه وتستخدمه في اي حاجه. وعلى فكره في ويب سايتس كتير قوي بتقدم الموضوع ده، مش الموقع بس اللي انا شغال عليه، ممكن ابقى اسيب لكم شويه مواقع تاني في الديسكربشن. ولكن في نهايه الموضوع انت عملت لوجو بشكل احترافي ليك وانت قاعد كده مأنتخ من غير ما تدفع ولا مليم، وفي 5 دقايق بس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ولو عملتوا لوجوهات بقى ممكن توريها لي على الانستجرام، حطوها في ستوريز كده وعملوا لي منشن. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، واشوفك في حلقات تانيه كتير. سلام.